الفيديو ده من غير سكريبت. بعد 10 شهور عايش لوحدي بره مصر، تحديدا في الامارات. التجربه دي عامله ازاي بالظبط، واستفدت منها ايه، وضحيت بايه، وايه اللي حصل؟ خلينا كده ندردش مع بعض. حرفيا هندردش مع بعض زي ما قلت لك، الفيديو من غير سكريبت فهيطلع طبيعي قوي من غير فلاتر. طيب خليني اكلمك عني انا كمحمد شويه، علشان دي حاجه بتفرق جدا في النقطه دي. ليه بتفرق جدا في النقطه دي؟ فكره السفر او فكره ان انت تعيش لوحدك او تعتمد على نفسك في كل حاجه، دي تجربه انسانيه قويه جدا. يعني ايه تجربه انسانيه؟ يعني هي بتعتمد على كل شخص لوحده، كل شخص ليه تجربته الخاصه جدا. فعشان اقول لك تجربتي بوجهه نظر انا، لازم تبقى فاهم هو مين اللي بيكلمك او مين اللي بيحكي لك تجربته ده. خليني سريعا جدا اقول لك انا مين. انا اسمي محمد مدحت، عندي 29 سنه، مهندس خريج هندسه القاهره، بس ما اشتغلتش في الهندسه، اشتغلت في حاجات تانية. اشتغلت في الماركتنج، اشتغلت كواليتي انجينير، مهندس كواليتي، اشتغلت في الاتش ار شويه، اشتغلت كذا حاجه في حياتي، وبعمل كونتنت على اليوتيوب زي ما انت شايف، وعلى الانستجرام. لو مش عامل لي فولو يا ريت تعمل لي فولو، ويا ريت كمان تشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني. يعني المهم، دي حياتي العمليه شويه. حياتي الشخصيه، انا شخص ايموشنال شويتين، عاطفي شويتين ثلاثه، برتبط جدا بالاشخاص وبالاماكن وبالاحساس بتاع الاماكن وبطعم الاكل، ويعني موضوع زياده عندي شويه. عشت طول حياتي في مصر، لسه جاي هنا من 10 شهور بس. طول حياتي كنت عايش مع اهلي، اللي هو ابويا وامي ربنا يخليهم يا رب، وانا عايش معاهم. وطبعا مؤخرا بعد ما اتخرجت واشتغلت كنت معتمد على نفسي شويه حاجات، يعني في المصاريف والكلام ده. لكن برجع بيتنا باكل بشرب كل حاجه تمام فور فري، ما بدفعش ايجار، ما بدفعش فلوس في حاجه. ماما ربنا يخليها كانت بتعمل الاكل، وكانت مدلعانه قوي في الموضوع ده. يعني بتعمل كل حاجه في كل وقت، بتعمل كل حاجه في كل وقت. دي رفاهيه في حد ذاتها، رفاهيه كبيره. يعني مجرد ان انت تتغدى حاجه وتتعشى حاجه تانية، دي رفاهيه. هدومي بتتغسل لوحدها وبتنشف لوحدها وبتتكوي لوحدها، كل حاجه مظبوطه لوحدها. الواحد كان بيبقى فاكر ان هو ما عندوش وقت، كان بيبقى فاكر ان هو مشغول وحياته مليانه. المهم، لاسباب كتير قررت اجي اشتغل هنا في الامارات. القرار ده صح ولا غلط؟ هو طبعا ما اقدرش اقول عليه غلط، هو طبعا صح، بس لاسباب كتير. بس احنا مش جايين نتكلم في القرار صح ولا غلط دلوقتي، احنا جايين نتكلم في التجربه كلها على بعضها. انا لما جيت وبدات اشتغل وبدات اعيش لوحدي، بقى في حاجات كتير اتغيرت. يعني ليه بقى؟ كنت بقول لك مثلا فكره ان انت بتاكل حاجه وعلى الغداء وعلى العشاء بتاكل حاجه تانية، دي رفاهيه. علشان ببساطه انا ما بقاش عندي رفاهيه دي، انا ما بقاش عندي فكره ان انا كل شويه هطبخ حاجه علشان بطبخ. احنا اختصرنا جزء كبير جدا. انا اتعلمت اطبخ يا جماعه، بقيت بطبخ حلو جدا بالمناسبه يعني، وبقيت بحب الطبخ الى حد ما كنتش بعرف اعمل ده قبل كده طبعا. بس في نفس الوقت حتى لو انا بقيت اعرف اطبخ، وحتى لو انا بقيت بحب الطبخ، فانا مش هعمل طبخه على الغداء وبعدين اعمل طبخه تانية على العشاء. يعني انا معلش، انا مش فاضي للكلام ده. مش فاضي بقى، ورايا غسيل، ورايا تنظيف، ورايا حاجات تانية. فببساطه بقيت كل ويك اند كده يوم السبت اقوم عامل اكل الاسبوع. بفضل اسبوع بتغدى وبتعشى نفس الحاجه وبفطر بيض. بفضل اسبوع بتغدى وبتعشى نفس الحاجه وبفطر بيض وزبادي. فتعودت احب الحاجات اللي ما بتتحبش. يعني انا بقيت بعمل اكل، اولا طبعا مش حلو زي اكل امي، بس حلو كويس، طعمه حلو. يعني بعرف اطبخ والله، وباكله غدا وعشاء وانا مبسوط. فده قلل الستاندردز بتاعتك جدا، او قلل الحاجات اللي انت بترضى بيها. وعلى فكره دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. يعني انا بقيت برضى باي حاجه، ودي حاجه كويسه. افتكر من سنه مثلا وانا في مصر كان ممكن جدا، لا انا مش هاكل بقى نفس الاكله بتاعت امبارح، هاكل اكل بايت وبتاع. انا بحط حله الاكل في الثلاجه باكلها الاسبوع كله، ممكن تطول كمان عن الاسبوع وابقى مبسوط عادي. طيب دي حاجه ممكن تكون سطحيه شويه او تبان سطحيه من بعيد، بس هي مش سطحيه خالص على فكره. دي حاجه نمت في حاجتين. اولا البلاننج او التخطيط، ان انا بقيت اخطط فعلا لفكره ان انا لا، انا مش عايز اضيع وقت قوي، فانا هستغل وقت شويه احط فيه مجهود شويه ان انا اعمل الطبيخ كله بتاع الاسبوع، وخلاص انا ريحت دماغي من الموضوع ده. بقيت الاسبوع انا عندي حاجه جاهزه على طول، بحطها في الميكرويف بتسخن باكلها. وفي نفس الوقت نمت حاجه تانية، ان انت قدام فكره ان انت ما بتتعبش قوي، انت بتضحي بفكره ان انت متدلع بقى، انت بتاكل كل يوم حاجه شكل. لا، انت بتاكلش كل يوم حاجه شكل، بتاكل كل يوم نفس الحاجه. وانا بقيت اوكي مع ده، بقيت راضي بده، تمام، مبسوط. ودي حاجه كويسه، او حاجه احساس كويس ان هو يبقى عندك، او قابليه كويسه ان هي تبقى عندك، ان انت تبقى قادر تتبسط بالحاجات البسيطه او الحاجات العاديه. او لو انت كانت الستاندردز بتاعتك في حياتك عموما عاليه قوي في حاجه معينه، فنزلت شويه وانت بقيت راضي، فدي حاجه كويسه ان انت تتعود عليها. انا بشوف كده بصراحه، دي حاجه بتخليك شخص اقوى. حاجه كمان اختلفت في حياتي، ان انا دلوقتي بقيت شغال وبدفع ايجار وبدفع اقساط. فالفكره برضو ان انا اتنقلت من فكره حد انا قاعد في بيت
ابويا وامي وشغال شغل كويس وبصرف على نفسي والدنيا تمام، بس الاحساس بالامان الاوفر ده ما بقاش موجود. بمعنى ان انت لو في بيت ابوك وامك وبتشتغل ولاي سبب من الاسباب سبت الشغل بمزاجك، سبت الشغل غصب عنك، ايا كان، انت في امان. يعني انت مش هتنام من غير عشاء، يعني انت هتلاقي حته تنام فيها على الاقل. لكن لو انت معتمد على نفسك كليا، حتى لو انت عايش حياه معقوله، فلا، انت شغلك مسؤوليه كبيره. مفيش حاجه اسمها انا ماليش نفس، انا مش قادر، انا تعبت، انا ما عنديش باشن، انا فقدت الشغف. هتتعب وهتزهق وهتفقد الشغف وهتكمل، علشان انت لازم تكمل. انت مسؤول عن حاجه. انا بقول لك الكلام ده وانا مش متجوز وعندي اسره ومسؤول عنها، انا مش مسؤول عن حد غير نفسي. يعني انا الى حد كبير عندي الاحساس بالامان ده شويه برضو، ومع ذلك الموضوع مختلف كتير. موضوع انت لو ما اشتغلتش شهر مش هتلاقي فلوس تدفع ايجارك، مش هتلاقي حته تنام فيها. فده برضو نما احساس بالمسؤوليه عالي شويتين. طبعا في ناس تانية ممكن تبقى تجربتها مختلفه، ممكن يبقى هم اصلا شايلين مسؤوليه من بدري او من زمان وان هم في بلادهم. علشان كده زي ما قلت لك كان مهم جدا اعرفك بنفسي اكتر، اعرفك تجربتي اكتر، عشان تبقى فاهم انا كلامي ده بقوله من خلفيه عامله ازاي. لما جيت كمان فكره ان انا اغسل هدومي بنفسي وانشرها واكويها والجو ده كان بالنسبه لي مخيف جدا، علشان انا بجد في حاجه انا ما كنتش مستوعبها خالص، اللي هو انا امي ازاي بتاخد بالها ان الهدوم محتاجه تتغسل. يعني طبعا ساعات ما كانتش بتاخد بالها، بس ده كان بيبقى قليل قوي. بس ازاي القمصان لما بتخلص بتتغسل، البنطلونات لما بتخلص بتتغسل وترجع تاني موجوده نظيفه. فاللي هو هي ازاي عامله كوردينيشن او تنسيق في دماغها للاشخاص دي كلها بهدومها كلها بانواعها المختلفه. انا كنت شايل هم ان انا اعمل التنسيق ده في دماغي ليا انا لوحدي بطولي. ومع ذلك مع الوقت والتجربه والغلطات والهدوم اللي كانت متوسخه ما عرفتش انزل بيها، عرفت انسق. انا لحد دلوقتي مش عارف، ما اقدرش اشرحها، بس هو الواحد خلاص بيحس بقى في دماغه والله انا في 4 قمصان 5 قمصان بلبسهم في الشغل، فال5 قمصان دول انا لبستهم الاسبوع اللي فات، خلاص يبقوا محتاجين يتغسلوا في الويك اند عشان الاسبوع الجاي. والله في 3 4 تيشيرتات بخرج بيهم، فال3 4 تيشيرتات دول انا خرجت بالتيشيرت الفلاني والتيشيرت التاني، يبقى ده فاضل 1 أو 2، يبقى محتاج اغسل 2 تانيين. هي بتيجي كده بقى، بس هي بقت تيجي. يعني بعد كده مصاريفك دي حاجه انا لسه بحاول اشتغل عليها. بمعنى ان انت برضو او انا لما كنت قاعد في مصر كانت فلوسي هي اللي انا الفلوس اللي بجيبها من الشغل، سواء شغل موظف او فريلانس، كان بيبقى معايا فلوس بصرف بيها على نفسي في خروجات، في حاجه عايز اجيبها، اي بنزين، عربيه، اي حاجه. قعد منها شويه حوشته، ما قعدش منها شويه خلاص مش مهم. لكن دلوقتي انت لازم تحسب كل حاجه بالورقه والقلم، وانت مش متعود على كده. فانا مش متعود فعلا احسب كل حاجه بالورقه والقلم. لما باجي احسب ساعات بنسى حاجات ما بحسبهاش، ساعات بنسى احسب اصلا خالص. طب لو حسبت هل ده بيفرق في حاجه؟ لسه برضو انا مش قادر اخليه يفرق قوي. فدي حاجه بتتطور فيها مع الوقت، ودي حاجه من وجهه نظري مهمه جدا جدا. انت حتى لو انت عندك الامان المالي او عندك الظهر اللي هو ان انت لو معكش فلوس خالص انت عادي هيبقى عندك بيت وهيبقى عندك عيله وهيبقى عندك اكل وشرب، حتى لو انت عندك الكلام ده انت محتاج تطور في نفسك فكره اداره الفلوس. انت من غير ما تدير فلوس عمرك ما هتبقى غني، هتفضل على طول محتاج فلوس. فدي حاجه انا بقول لك عليها وبقولها لنفسي انا كمان في نفس الوقت، علشان انا محتاج اطور في نفسي الحته دي، علشان الموضوع صعب. الموضوع صعب بجد. يعني كنت فاكر ان هو اسهل من كده، بس ما طلعش سهل ولا حاجه، طلع صعب. انا حاسس ان انا بقوله لك ده حاجات كلها ليها علاقه بان انا قاعد لوحدي، بس ما كلمتكش عن القعده في الامارات. طيب انا هكلمك عن تجربتي برضه انا شخصيا. الامارات بلد جميله، ثقافتها شبهنا شويتين عشان هي بلد عربيه في الاول وفي الاخر، ومع ذلك هي فيها اجانب كتير جدا، فيها جنسيات مختلفه كتير جدا 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 جدا، فبالتالي فيها ثقافات مختلفه برضه. فدي حاجه لما بتتعرض لها انت اوتوماتيك بتتعامل مع الثقافات المختلفه دي وبتتعامل مع الناس المختلفه دي من غير ما تحط اي حاجه في دماغك غير ان والله انا قدامي شخص بيعاملني كويس انا هعامله كويس. في نفس الوقت ان التعامل بروفيشنال جدا، انت مش سهل قوي تعمل صحاب. انا دايما ليا راي او بقول حاجه معينه على فكره اختلاف الثقافات او اختلاف اللغه. لو انت بتتعامل مع ناس بلغه اجنبيه حتى لو انت متمكن من اللغه دي، يعني انا مثلا بعرف اتكلم انجلش، بس انا لما بتكلم مع ناس اجانب انجلش انا فاهمهم وهم فاهميني، بس في حاجه ناقصه، في احساس بالشخص ده بمشاعره بكينونته، هو في حاجه ناقصه في الاحساس ده، غير لما اتكلم حد مصري او حد عربي حتى لو مش مصري مش بنفس اللهجه، بس انت قادر تفهم الشخص ده، قادر تبص له تحس بيه. انا الحته دي بحس ان هي مش موجوده لو انت بتتعامل مع شخص بلغه اجنبيه. الموضوع ده اختلف شويه مع الوقت، بمعنى ان انا في الاول ما كنتش بعرف اهزر، ما كنتش بعرف اتكلم غير في الشغل. بعد كده بقيت بكلم اجانب عادي بهزار بضحك بطريقه بحاجات كده، فالموضوع بقى مختلف شويه. ومع ذلك حته المشاعر دي او حته ان انت
تبقى الحته الناقصه اللي انا بكلمك عليها هي لسه ناقصه، لسه مش موجوده. كمان فكره ان انت قاعد في الامارات فبتاخد فلوس هي بالنسبه لمصر كتير شويتين، بس في نفس الوقت انت لازم تعرف ان هي بجد بجد بدون اي مبالغه هي هنا ما بتبقاش كتير شويتين ولا حاجه. هنا الفلوس بتخلص. يعني في وجهه نظر او في فكره معينه عن الناس اللي عايشه بره ان هي عايشه بقى يا نهار ازرق، دول يعني عايشين حياه مختلفه كتير بقى توب. لا، هي مش ماشيه كده. هم ناس عاديين جدا، عندهم التزامات، بيدفعوا اقساط، فلوسهم بتخلص اخر الشهر. لو انت فاكر بالذات لو انت حد مثلا ما عندوش سنين كتير خبره او هو جامد قوي في حاجه معينه فهيجي يقبض كتير قوي، هو حد جاي يشتغل عادي، لو انت فاكر ان انت هتيجي مثلا تقبض كتير قوي وتحوش كتير قوي وحياتك تتغير كتير قوي، فلا، هو ده مش حقيقي. ده بياخد وقت ومجهود وسنين طويل. حاجه برضو كنت خايف منها شخصيا، انا عارف ان الكلام مش متنظم قوي او مش مترتب قوي، بس انا حبيت اعمل الفيديو ده كده، حبيت اعمله فعلا دردشه، ابقى براحتي قوي قدام الكاميرا او براحتي قوي قدامك يعني، فانا حبيت اعمله كده، فاعذرني يعني لو الكلام ملخبط شويتين. من الحاجات اللي انا كنت خايف منها جدا فكره ان انا اقعد لوحدي خالص. كنت حاسس ان لا، الموضوع صعب، الموضوع ما ينفعش، ده تشالنج او تحدي كبير قوي قوي واكبر تحدي اصلا في الموضوع. بس الحقيقه ان انا لما عملتها وقعدت لوحدي لقيت ان الموضوع حلو. القعده لوحدك مش وحشه ولا حاجه، الوحش فيها ان انا بعيد عن اهلي، علشان برضو زي ما قلت لك في الاول انا شخص ايموشنال او شخص عاطفي. فكره ان انا ابعد عن اهلي وطبعا في المرتبه الثانيه على طول صحابي دي حاجه صعبه جدا جدا عليا. فكره ان انا ابقى بعيد عن اهلي دي حاجه صعبه جدا جدا جدا، بس فكره القعده لوحدي مش صعبه، بالعكس جميل. فاهم الفرق؟ انا بحب اهلي جدا وبحب اقعد معاهم جدا جدا جدا، بس لو قعدت لوحدي انا بحب القعده لوحدي برضه. الموضوع ممتع على فكره، كل حاجه بتعملها براحتك في الوقت اللي تحبه بالطريقه اللي تعجبك. فالوحده ما طلعتش صعبه ولا حاجه، الموضوع طلع لذيذ. الحاجات بس اللي مضايقاني فعلا اللي بجد لما برجع مصر ببقى عايز اشبع منها قوي، هي فكره ان انا بعيد عن اهلي. طبعا زي ما قلت الموضوع بجد مؤثر جدا 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 وقوي جدا جدا، فلو انت حد مرتبط باهله او بيحبهم جدا فدي حاجه بجد هتاثر فيك قوي وصعبه قوي، مش سهله. فكره ان انا بعيد عن صحابي، بعيد عن الاماكن اللي انا اتعودت اخرج فيها مع صحابي، دي حاجه برضو رخمه جدا. يعني صحابي اللي انا كونتهم على سنين طويله جدا واللي هم زي اخواتي بالظبط، انا مش مقتنع ان انا اقدر اعمل زيهم هنا بصراحه. الاماكن اللي انا متعود اخرج فيها من زمان قوي، الاماكن دي هي اكتر من مكان حلو، هي اكتر من مكان لذيذ انت بتخرج فيه بتاكل حاجه حلوه وتروح. المكان ده شاف حاجات، شاف ذكريات او ليه ذكريات معاك، ليه ناس انت قعدت معاهم فيه، ناس مختلفه كتير بذكريات مختلفه بتجارب مختلفه. الحاجات دي كلها بتاثر جدا، الحاجات دي كلها صعب تعملها تاني في حته انت ما تعرفش فيها ناس كتير من زمان. خصوصا ان انا على الاقل انا برضو ده انا لو انا ما عنديش حد اخرج معاه او انا مش خارج خروجه انا مبسوط قوي انا خارجها، انا متحمس جدا اخرج الخروجه دي، غالبا مش هخرج. فكره ان انا مثلا في الويك اند بقى لا اشوف بقى حاجه اعملها، ادور على ناس اخرج معاهم، انا مش بعمل كده. انا لو مش عندي حد اصلا، الظروف والحياه خلتنا نبقى اصحاب وبقينا اصحاب جدا واخوات، لو ما عنديش الشخص ده حواليا انا غالبا مش هخرج. فبتلاقيني في الويك اند قاعد في البيت عادي بعمل فيديوهات. فحتى بالنسبه لي انا ما عنديش فرصه قوي ان انا اكون صداقات قويه اكون فيها بقى ميموريز او ذكريات قويه في اماكن تانية، فالموضوع يبقى لذيذ. لا، خصوصا ان انا شخصيا بشوف ان الحياه هنا عمليه شويتين. يعني انت جاي تشتغل اساسا، ضروري تشوف حاجه ترفه بيها عن نفسك. يعني انا بقول لك يعني برضه انا مش كئيب قوي، انا ساعات بخرج بلعب بادل مع ناس ما اعرفهاش عادي، مفيش مشكله لو اتعرفت على حد. طبعا ممكن اخرج مع ناس في الشغل مثلا من وقت للتاني كل شهرين مره ولا حاجه، بروح الجيم على طول، فيعني بعمل حاجات. بس فكره ان انا اعمل يعني سوشيال اكتيفيتيز او نشاطات اجتماعيه اعرف فيها ناس بقى واقرب منهم، مفيش الكلام ده. او انا ده مش انا، يعني ده مش شخصيتي. لو انت حابب موضوع الفيديو ده او عندك اي اسئله حابب تسالهاني، انا ممكن ما اكونش اتكلمت عنها، ممكن ما تكونش جت في دماغي. زي ما قلت لك الفيديو ده دردشه، مش مكتوب له سكريبت، فممكن يبقى في حاجات كتير انا ما غطيتهاش او ما اتكلمتش عنها. قول لي في كومنت يا ريت، وممكن اعمل فيديو تاني عنها ان شاء الله. لو انت بقى مكمل الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، يا ريت تشترك في القناه كمان لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. سلام عليكم.